من النهارده بقى انسي اي طريقه سلقتي بيها الفراخ قبل كده، وتعالي معايا هاتي فرخه بقى، وتعالي نسلقها باحسن واجمل طريقه واجمل شوربه تاخديها من الفرخه النهارده. فرخه كده وسط متنضفه ومنقوعه كويس جدا، ومعايا بصلتين وطماطمتين وقرنين فلفل اخضر وكام فص توم كده. هبدا اقطعهم بقى اي تقطيعه زي ما انت حابه، يعني تقطيعه كبيره تقطيعه صغيره زي ما انت عاوزه. هنقطع البصل والفلفل والثوم والطماطم، هنبدأ نقطعهم كده زي ما انتم شايفين، اي قطعة صغيرة كبيرة مش هتفرق. تمام، خلاص كده قطعنا الخضار بتاعنا. ممكن تزودي جزر، ممكن تزودي الخضار اللي انت حباه. هنتبل بقى بملح وفلفل وقرفة ناعمة ومعلقة نص معلقة كده صغيرة من 7 بهارات وحبهان وورق لوري ومكعب مرقة دجاج. وهبدأ اتبل الخضار بتاعي كويس قوي قوي، وهجيب الفرخة كده افصل ما بين الجلد واللحم، وابدأ احشي الفرخة من جوه ومن تحت الجلد واتبلها كويس جدا وهقفلها بقى. وكمان نجيب حلة على النار نحط فيها معلقة زبدة كده صغيرة، بلاش تكتري الزبدة او السمنة اللي انت تحطيها علشان الشوربة بتاعتك ما تبقاش مزيتة ومدهننة قوي. هنبدأ ننزل بالخضار، بقية الخضار اللي احنا تبلناه، وبعد كده هنزل بالفرخة بقى اللي احنا حشيناها وهقلبها على الجنبين كده تاخد لون عظيم زي ما انتم شايفين كده اهو. هديلها لون من على الجنبين، وبعد كده هنزل بميه مغليه. مش هكتر الميه بتاعه الشوربه علشان اخد شوربه مركزه وشوربه جميله جدا. هنا يا دوب الفرخه كانت خدت غلوتين بالظبط، وشايفين الشوربه بتاعها مركزه وصفرة وطعمها وريحتها بقى مش عايزه اقول لكم. بسم الله ما شاء الله، حاجه كده زي الفل. شايفين الفرخة عملت ازاي؟ ما شاء الله جميلة جدا جدا، حلوة قوي. استوت خلاص، ظبطت الملح بتاعها وطلعتها بقى بردت شوية وصفيتها من الشوربة خالص. وطاسة على النار فيها شوية زيت، وحمرت الفرخة بالشكل التحفة اللي انتوا شايفينه ده. زودت الجمال جمال معاكي بقى فرخة مشوية، تقولي فرخة مسلوقة بس بطريقة عبقرية، طعمها تحفة جدا جدا. تحسوا ان هي التتبيلة واصلة جوه اللحم. في رعاية الله، سلام عليكم.